السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم جميعا؟ عاملين ايه؟ انا منار. دوت ان شاء الله هيكون اول فيديو ليا على الشانل بتاعت اليوتيوب. ديت الشانل حبيت ان انا اعملها علشان اوثق فيها كل الافكار وكل الحاجات اللي انا بعملها. لان الموضوع بدأ من ان انا بفضل اعمل فيديوز كتيرة جدا اون ستوريز او بنزلها على الفيسبوك، وحاسة ان الموضوع محتاج ان هو يكون دوكيومنتد او محفوظ كده في ستورج معينة. حاسة الموضوع هيفيد ناس كتير. وطبعا انتوا بتسألوا نفسكم التشانل دي انا هتكلم فيها عن ايه. التشانل ديت طبعا هي هكون حاجة فيها كل الحاجات الخاصة بيا، ولكن هكون سبيسيفايد او حاجات تحديدية او محددة للسايكولوجي وعلم النفس، لان انا highly interested in المجال ده، مهتمة جدا بالمجال ده. هتكلم طبعا من واقع الكورسز اللي انا خدتها، الكتب اللي انا قرأتها، رحلتي مع علم النفس بشكل عام، الدبلومز اللي انا اخدتها في مجال السايكولوجي. هعبر طبعا في التشانل ديت عن افكاري، عن معتقداتي. الموضوع دوت حاسه ان هو هيكون هيديني positive energy، وهحس ان انا مرتاحه جدا لما اعمل حاجه زي كده. طبعا في الاول وفي الاخر انا اتمنى جدا ان الفيديوز اللي انا هعملها تفيد حد. مش مهم الكوانتيتي، مش مهم العدد يكون كبير، المهم ان لو حتى واحد فقط هيفرق معاه المعلومات اللي انا هقدمها او الحاجات اللي انا هقدمها، لان انا في معلومات كتير انا هقدمها كنت اتمنى في فترة ما، في موقف ما، ان انا يكون عندي المعلومات دي. انا حابه ابدا باول فيديو هنا على التشانل ان شاء الله، ان انا اتكلم على الكواليتي اوف لايف، جوده الحياه. ناس كتير مننا طبعا بسبب التوجهات بتاعت الترندز ان احنا لازم يكون كلنا عندنا اهداف في الحياة، وطبعا ديت حاجة انا اتفق معاها، لان الانسان بلا هدف فهو هيبقى عايش بشكل عشوائي، هيحس ان الدنيا متخبطة. ولكن انا مش جاية اتكلم على اهمية الاهداف، انا جاية اتكلم على الجودة بتاعت الحياة حتى والاهداف دي موجودة. مين مننا ما تجيش عليه فترة ان هو كان طول الوقت عنده اهداف كتيرة جدا، بتخرجي من كورس تخشي في كورس تاني، تاخدي شهادة على شهادة، تعملي انجاز لانجاز، ولكن في نفس الوقت تيجي تسألي نفسك تلاقي اللي هو انا حياتي فين الجودة بتاعتها؟ وكأنك عمالة بتحققي مجرد عندك لاين كده في مجموعة من الاهداف، انا لازم احقق الاهداف دي. وبعد ما تحققي الهدف بتحسي شويه ان انت ساتيسفايد، اللي هو انت مبسوطه وراضيه عن الحاجه اللي انت عملتيها، ولكن بيرجع تاني يحصل عندنا احساس كده داون، ان انا برضو حاسس ان حاسس ان في حاجه ناقصه. ايه بقى هي الحاجه الناقصه؟ لو انا باجي في اليوم مثلا بشتغل عدد ساعات معين، مثلا 9 ساعات، فانا لو انا خلصت الشغل، هل انا بفضل مركز برضو في الشغل وبراجع الشغل حتى بعد الوقت اللي انا خلصت فيه الشغل وخلاص المفروض ان ديت حياتي؟ ولا انت خلاص بتبتدي ان انت تنطلق في حياتك؟ لو انت لسه في فترة الدراسة، فانت مثلا طول الوقت قاعد بتذاكر، فانت معروف ان انت دحيح، معروف ان انت من الاوائل. انت هتكون مين لو انت ما كنتش الدحيح ده؟ هتكون بتعمل ايه لو جم مثلا قالوا والله العظيم هيحصل لوك داون ومفيش دراسة الفترة دي، النت تتقطع عن العالم مثلا، فور اكزامبل مثلا؟ يعني اللي هو انت هتعمل ايه لو انت ما بقاش عندك الامكانية والاكسس ان انت تفضل توظف في الحاجة دي؟ هل في هوايات اصلا انت بتدخلها في نص يومك، حاجة انت تاني انت بتعملها؟ درجة استمتاعك ايه؟ يعني المفروض كل واحد يبقى يسأل نفسه ايه درجة استمتاعه بالحاجات التانية اللي هو بيعملها في نص يومه، غير الشغل، غير المذاكرة، غير الجيم، غير الحاجات دي كلها. انت فين من غير بقى كل الحاجات دي؟ انت بتكون مين وانت قاعد كده مع نفسك؟ هل انت بتستطعم فعلا الحاجة اللي انت بتشربها؟ هل انت فعلا بتستمتع بالحاجة اللي انت بتتفرج عليها؟ هل بتستمتع بالأغنية اللي انت بتسمعها وانت مثلا فاتح الشباك كده في العربية؟ هل انت فعلا حاسس بالهوا وانت فاتح الشباك ومستمتع ان انت في الحياة اصلا؟ ولا جاست ان انت دماغك عمالة بتفكر في الحاجة، يعني اجين وما فيش اي حاجة عمالة بتتغير؟
للأسف في ناس كتير جدا بيفتكروا ان الموضوع دوت رفاهية، وان هو مش مهم ابدا، او اذا كنت انت قادر ان انت تستمتع بحياتك فدوت معناه ان انت مش شغال على نفسك كفاية، ان انت مش بتحقق انجازات كفاية. طبعا عمر ما كان الانسان هيقاس بكم الانجازات اللي هو بيعملها، لان احنا من واقع الخبرة ومن الحياة بنشوف ناس كتير جدا عندها achievements كتيرة، ولكن هي كفاليو هي ما عندهاش القيمة كإنسان، ما عندهاش القيمة كحد ذاتها ككور، هي من الداخل كإنسان من الداخل ما بيبقاش عنده القيمة الحقيقية. في ناس بتعمل اتشيفمنتس كتيرة جدا وإنجازات كتيرة جدا، ولكن هم السيلف استيم بتاعهم واقع، ثقتهم بنفسهم متدنية، فهم حاسين ان هم مش كفاية، هم مش good enough. لما نيجي نسأل نفسنا هو ليه كل الناس دي بتعمل كل الحاجات دي؟ يعني انا ليه عمالة اجري ورا نفسي في الشغل، ليه عمال اجري ورا نفسي في الكورسز اللي باخدها، ليه عمال اجري ورا نفسي في الجيم، ليه عمال اجري ورا نفسي في العلاقات بتاعتي، ولازم اكون كويس جدا في كل العلاقات، ولازم يكون عندي علاقات كتيرة قوي، ولازم اكون يعني ألذ انسان في الدنيا. لما اجي اسأل نفسي هو انا ليه عمال ادوس على نفسي في نقطة معينة او في هدف معين، هنلاحظ ان كل الناس دي بتعمل حاجة علشان في الاخر تحصل على شعور معين. هو في الاخر عايز يحس ان هو مقبول شاطر، عايز يحس بالسعادة. يعني في ناس كتير بتفضل تشتغل عشان تجيب فلوس كتيرة. طيب ليه عايز يجيب فلوس كتير؟ ليه بيشتغل كتير؟ عشان عايز يجيب فلوس كتيرة. طب ليه عايز يجيب فلوس كتيرة؟ علشان مثلا عنده التزامات. طب ماذا بعد تحقيق الالتزامات وسد الالتزامات؟ هو عايز يحوش. طب هو ليه عايز يحوش؟ علشان عايز يجيب الشيء الفلاني. طب ليه عايز يجيب الشيء الفلاني؟ عشان هيستمتع بيه، علشان هيستمتع بيه. لما احنا بقى نيجي نجيب اخر الحلقة دي واجي هنا من الاول اقول انا ممكن استمتع، ممكن انا الشعور ده ممكن احققه بحاجات بسيطة متواجدة معايا دلوقتي، وده والشعور دوت هيشحن طاقتي، فهقدر ان انا برضو هاخد الهدف. يعني انا مش بمعنى ان انا بقول والله العظيم انت دلوقتي مش قادر مثلا تشتري العربية مثلا انت عايز تجيبها، اقعد حاول تستمتع بكوباية القهوة اللي انت بتشربها. اكيد ده مش هيحقق الهدف. اكيد. اللي اقصده اللي هو بلاش الواحد يخنق نفسه، بلاش الواحد ان هو يعني يحرم نفسه من ان هو يتبسط في يوم الطبيعي. انت مثلا يومك كله مليان مشاحنات، مليان حصل مواقف مش حلوة، كنت مضغوط وصحيت بدري ونمت متأخر. طب ممكن في نص اليوم مثلا تعمل اي حاجة لذيذة. شوف انت تاكل حاجة بتحبها، ممكن ان انت مثلا تقعد تتفرج على حلقة او تتفرج على فيلم قديم مثلا انت بتحبه، ممكن تكلم صاحبك، ممكن تعمل اي حاجة لذيذة. يعني الفكرة اللي هو الانسان ممكن ان هو يعمل اي حاجة لذيذة، على الاقل at the end of the day هتيجي تبص لا انا مش طول اليوم كان مشاحنات، مش طول اليوم كانت حاجات بايظه. لما تيجي تبص لنفسك اخر الاسبوع، لا هو انا مش اسبوعي كله مليان جري ومليان صراعات ومليان خناقات، لا انا في اوقات كنت هادي فيها، في اوقات كنت قعدت مع صحابي، في اوقات رحت فيها الجيم، في اوقات قعدت مثلا سمعت فيها مزيكا بحبها، وفي نفس الوقت اشتغلت، في نفس الوقت نزلت. طبعا في البداية الناس هتلاقي صعوبة جدا في الموضوع دوت، لان الحاجات دي بتحسس الناس بالتهديد، اللي هو انت عايز نقعد يعني انت عايز ايه؟ انت عايزني اسيب شغلي؟ انت عايزني اسيب اللي ورايا؟ طبعا انا كنت في البداية برضو بفتكر الموضوع ده، ولكن الفكرة اللي هو تايم مانجمنت. انا في الشغل شغل، برا الشغل مش في شغل خلاص. انا في المذاكرة مذاكرة، برا المذاكرة انا مش في مذاكرة. انا مع صحابي قاعد مع صحابي، يبقى ما فيش هنا حاجات جدي قوي ونقعد نتكلم في شغل. انا في الجيم جيم، فخلاص ما فيش شغل في جيم. فكرة التايم مانجمنت ان انت تبتدي ان انت تشوف انت يومك محتاج تعمل فيه ايه، وتكنسل اي حاجة تانية انت مش محتاجها، دوت هيفرق كتير جدا. طبعا الحاجات الملهية زي مثلا السوشيال ميديا، كلنا عندنا سوشيال ميديا، وكلنا بنسكرول على السوشيال ميديا لما بنكون زهقانين والحاجات دي كلها، ولكن اتليست حاول ان انت تديليت او ان انت تستوب مثلا السوشيال ميديا، مثلا اب انت مش بتستخدمه كتير او بتحس ان هو بيجيب لك نيجاتيف انرجي كتيره. ممكن مثلا جاست يوتيوب، ممكن مثلا فيسبوك. وحاولوا كمان الحاجات اللي انتوا بتتابعوها ما تكونش كلها نيجاتيف، ما تكونش كلها اخبار غلاء اسعار وانتحار. حاولوا على قد ما تقدروا ان انتوا تقللوا من الحاجات دي. الحاجات دي يعني بتتعب اي انسان وبتخلي الانسان مش مبسوط. مش فكرة اللي هو انت تعمي نفسك عن الواقع، انت كده كده هتعرف اللي بيحصل في الواقع كده كده، ولكن على قد ما تقدروا
حاولوا انه الحياة بتاعتكم يكون فيها جودة علشان ما تحسوش ان حياتكم ملهاش اي طعم. بس كده. هو ده اللي انا كنت عايزة اقوله. ثانك يو، وباي باي بقى، واشوفكم في فيديو جديد.